يا مساء السعادة والهنا على أحلى وأغلى عيلة في الدنيا، عيلة رانيا ميكس. ازيكم حبايب رانيا؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده بقى جايبه لكم ايه؟ جايبه لكم كسكسي ال10 دقايق بالظبط. كسكسي ال10 دقايق بجد بجد. الله يبارك لها اللي اخترعت الاختراع اللي بصوا مش لذيذ، رهيب رهيب بأمانة الله. في 10 دقايق هتكوني عاملة كسكسي ومأكلة كل اللي في البيت. طيب كل مرة كل اللي طلع الوصفة ديك او اي حد طلعها قبل كده طلعها بكوباية وبكوبايتين. احنا النهاردة بقى هنعمل كسكسي ال10 دقايق وبالكيلو، وهقول لكم مقدار المية بالظبط هيبقى ايه، وهيطلع معاكي زي ما انت شايفة كده في الفيديو. يلا بقى عشان نشوف القمر بتاعنا طلع كده ازاي. طبعا انا معايا النهاردة كيلو من الدقيق. طيب دي ايه يا رانيا؟ هقول لكم دلوقتي واحنا شغالين. بحط كوبايه سمنه، ممكن تحطي من كوبايه لكوبايه وربع سمنه. ايه بقى؟ شفتوا بقى الدقيق بتاعنا؟ طبعا كلكم عارفين دقيق اسمه ايه؟ اسمه لينا، اللي هو دقيق السميد بتاع البسبوسه. انا جايباه من العطار عادي خالص، زي ما انتم شايفين. انا كنت بفرغ الشنطه قدامكم، الدقيق جاي من العطار سايب. طيب يا رانيا، الكل بيقول لنا الاول بس ايه عشان ما نخرجش من النطاق. بنزل دلوقتي بمعلقتين كبار من الزيت. الزيت ده بيخليه مفرفر معايا كده وايه، وما يمسكش ببعضه. وبيبقى بيسهل عليا مساله او مرحله التقليب بتاعتي. طبعا انا قلبت دلوقتي كويس قوي قوي الدقيق بتاعي في السمنه. طبعا السمنه بتسيح، بس اوعي تخليها تطلع اي ريحه. اول ما تبتدي تسيح معاكي بتنزلي بالدقيق. وبنزل دلوقتي لازم تقلبي بمعلقه خشب. انا بصي امشي على اللي انا هقولك عليه ده وهتطلعي نتيجه رهيبه، الكل عندك هيتجنن عليه. بتقلبي بمعلقه خشب. المهم بفضل اقلب، بكون مجهزه ايه. طبعا لو انت هتعمليه حلو هتحطي زي كده فانيليا، مش هتعمليه حلو يبقى بلاش تحطي الفانيليا خالص، هتحطي رشه ملح وبس كده. وبنقلب كويس جدا. اول ما يبتدي يسخن معايا، انا عايزاه يسخن يعني شرب السمنه وبدا يسخن معايا تمام. بعد ما يسخن تكوني مجهزه معاكي لتر من الميه المغليه. لتر عايره حاجه عندك تكون المقاس بتاعها لتر او الوزن بتاعها لتر، وتروحي حاطه لتر من الميه المغليه. مش بحطه على طول، خلي بالك انت بتحطي نصه في الاول وانت بتقلبي. كل ما يشرب منك تحطي، كل ما يشرب منك تحطي. يعني هنحطه مثلا على 3 مراحل الايه اللتر بتاعنا او لتر الميه اللي ايه المغليه. طيب في بقى تكات هنا عايزه اقولك عليها عشان تطلعي النتيجه، لان في ناس كتير قوي جت تعمله وباظ منهم وتعجن منهم. وانت بتحطي دلوقتي الميه معاكي، اول حاجه لو انت جايباه دقيق السمولينا بتاعك او دقيق السميد بتاعك جايباه ناعم، يبقى هنحط لتر بالظبط، ما تزوديش عن لتر الميه. لو دقيق السميد معاكي خشن يبقى هتحطي لتر وربع، من لتر وربع، او هقولك عشان يبقى اوضح من كده لتر ونص كوبايه ميه. ماشي؟ لو كان خشن هتحطي لتر ونص كوبايه ميه. وافضل حاجه لو انت جايباه زي من العطار او من العلاف يبقى هتحطي لتر ميه او لتر وربع كوبايه ميه بالظبط، ما تزوديش عن كده. لكن لو جايباه مغلف وبس، المغلف ما انصحكيش بيه لانه هيبقى فيه اضافات. المهم ايدك ما تسيبش المعلقه لمده 10 دقايق. انا بصراحه ربنا خدت مني حوالي 9 دقايق بالظبط، كنت مخلصه. في حاجه بقى انا جيت اقلب بيها بصراحه لقيتها سهلت عليا كتير قوي. ايه هي الحاجه دي؟ ما كانتش تخطر على بالي. انا الاول كنت حاولت اعمل الاول بشوكه، فطبعا الشوكه صغيره والكميه معايا كبيره. المهم فضلت افكر فلقيت ايه. طبعا احنا كلنا عندنا طقم التوزيع بتاعنا، هتلاقي حاجه في طقم التوزيع. هي بصوا انا ما بطلعهاش الا قليل قوي، ممكن بس في التحمير. هقول لكم ايه هي. المهم بس دلوقتي استنوا بس، خلونا مع بعض دلوقتي. انا بس معاكم هو، ما رضيتش افصل الفيديو علشان ما تقولوش انت يا رانيا فصلتي ورجعتي تاني وقلت لنا الكسكسي خلاص خلص. انا معاكم كل ده ومش عايزه افصل الفيديو معاكم. قلبت كويس جدا. طبعا انا كل ده ما كنتش لسه، طبعا عقلي ما راحش للحاجه دي اللي انا هوريها لكم دلوقتي. عماله اقلب. بصوا بدا، انا اهو بوريكم اهو، بدا اهو ان هو اهو بوريكم اللي انا اخترعتها او اللي جت في بالي. بجد سهلت عليا كتير جدا. ما اعرفش، المفروض كنت انا استعملتها من الاول، بس هي جت بقى كده يعني، هو نصيب. المهم دلوقتي الحاجه ديك او المقصوصه دي اللي معايا دي، والله مش عارفه انتوا بتسموها ايه بصراحه. كانت روعه روعه وسهلت عليا الامور جدا. شايفين اهو دلوقتي اتحول لايه دلوقتي؟
خلاص الميه كلها راحت خالص وشرب الميه كلها، وبقى معانا احلى والذ كسكسي 10 دقايق ما خدش معاكي اي حاجه. بجد بجد ولا اروع من كده. بس انا بنصحك لو عندك الحاجه دي اللي احنا كنا بنقلب بيها دي، او اللي هي مقصوصه الآلية دي، تحفه 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 في موضوع الكسكسي. بصوا شايفين بقى شكله ايه، بقى عامل ازاي؟ كسكسي ده ولا مش كسكسي؟ يلا عايزه لايك بقى حلو كده منك، علشان احنا المره دي عملنا كميه كبيره، يعني تقدري تعملي كيلو 2 كيلو زي ما انت عايزه. وادي يا ستي انا ده كان اللي في البيت لسه 3 بس معايا، ورحت عامله له، كان فاضل لسه حوالي 3 كوبايات 3 اطباق. وخلي بالك الاطباق اللي معايا هنا كبيره، شايفين عامل ازاي؟ روعه روعه روعه. حبه سكر بودره كده بقى وزبيب ومكسرات، ويلا هيسي بقى وهيسي ولادك. حلو جدا جدا، وعايزه اقول لك روعه والله العظيم، ممتاز وطعمه احلى من اللي احنا بنعمله بالدقيق العادي. وطبعا اسهل، ما فيش اسهل من كده. كفايه بس ان اولادك يوم ما يقولوا لك، وقت ما يقولوا لك احنا نفسنا فيها، هتقومي في 10 دقايق وتعمليه. ويلا بقى احلى لايك منك يا قمر. بجد بجد والله العظيم 3 انا بفرح جدا لما بتكلموني وبتقولي لي كل طلباتكم. الف هنا وشفا. يلا سلام عليكم.